أهلاً وسهلاً مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: إجراء هام من الصندوق المهني المغربي. إليكم التفاصيل. أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد عن تبسيط هام للإجراءات الإدارية الخاصة بمتقاعديه المقيمين في المغرب والذين يتلقون معاشاتهم التقاعدية داخل البلاد. إلغاء شهادة الحياة اعتباراً من فاتح أبريل 2024. لن يكون تقديم شهادة الحياة ضرورياً لصرف معاشات التقاعد، سواء كانت سنوية أو فصلية. بديل شهادة الحياة، سيقوم الصندوق بتفعيل بطاقة راحة في الوكالات البنكية أو التعرف على بصمة الوجه من خلال تطبيق CMR Dial.com، ليتم تعويضها بعملية لمراقبة الحياة تعتمد على تبادل البيانات مع الإدارات والمؤسسات الشريكة للصندوق. معالجة ودفع معاشات التقاعد تلقائياً. سيضمن هذا الإجراء معالجة ودفع معاشات التقاعد بطريقة تلقائية وموثوقة ومنتظمة، دون أي تأثير على مبالغ أو تواريخ دفعات معاشات التقاعد. لا تغيير في حقوق المتقاعدين. سيستمر صرف معاشات التقاعد وفقاً للنظام المعمول به، بينما سيحتفظ الصندوق بالحق في طلب شهادة الحياة من متقاعديه عند الضرورة. مبادرة هامة لتحديث الخدمات. يندرج هذا القرار في إطار سلسلة من المبادرات الرامية إلى تحديث وتبسيط الخدمات التي يقدمها الصندوق المهني المغربي للتقاعد لمتقاعديه، لجعلها سهلة الولوج وأكثر فعالية.